السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحلى متابعين. المرة اللي فاتت آدم وقف لأول مرة قدام أبو ليلى وطلبها بالحلال، لكن الرفض كان شديد وأبوها هددها بالجواز الإجباري. النهاردة هتشوفوا ازاي الحكاية خرجت برا البيت وبقت حديث الكل في القرية. من تاني يوم القرية كلها اتقسمت نصين، في ناس بتقول آدم راجل ومغلطش، ده دخل من الباب الكبير، وناس تانية بتقول ازاي ولد غلبان زي ده يطمع في بنت الحاج حسن، دي تبقى فضيحة. كل ما آدم يمشي في السوق ويسمع همسات ده هو الولد ده اللي اتحدى الحاج، ده الغلبان مش قدها، الكلام كان بينزل عليه زي سكاكين في قلبه، بس هو كان بيشد نفسه ويقول أنا ماشي صح، واللي يثبت الأيام. أبو ليلى كان في قمة الغضب، قعد مع العريس الغني وقال له ما تخافش من اللي حصل، ده شوية فوران للشباب وكتب الكتاب هيكون قريب. وبدأ يجهز بسرعة للجوازة، اتفق مع المأذون وابتدى يجهز قاعة صغيرة في بيته لكتب الكتاب، وقال لمراته ليلى لازم تسمع كلامي وتقتنع بيه بالعافية، لو ما اقتنعتش أنا هزوجها غصب عنها، البنت لازم تعرف إن الكلمة كلمتي أنا. آدم بقى يتعرض لاستفزازات من أهل القرية، ومجموعة من الشباب القرية وقفوا وقالوا أنت عايز تعمل نفسك بطل؟ سيب بنت الحاج دي مش من مستواك. لكن آدم رفع راسه وقال لهم مستوايا مش بالفلوس، مستوايا هو رجولتي، واللي أنا عايز أثبته عكس كده بيجي ويوريني، اللي عايز يثبت لي عكس كده يجي يا جماعة ويوريني. الكلام ده خلى الشباب يضحكوا باستهزاء، بس جواه كان حاسس ان هو مختلف، حاسس ان هو راجل، حاسس ان هو مش هيستسلم لأي حاجة بسهولة. آدم قرر يبدأ من نقطة بسيطة، ابتدى يشتغل مع عمه في الأرض ويقوم من الفجر وبعدها في الورشة لحد الليل. الكل لاحظ إنه بقى أكتر جدية وبيكافح أكتر، كأنه بيبني مستقبله في يوم وليلة. حتى الشيخ الكبير في الجامع قال للناس الولد ده يمكن يكون فقير، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيرفعه بالعمل والنية، مش بالذهب وبالفلوس وبالغنى يا جماعة. الكلام ده خلى شوية من أهل القرية يميلوا ناحيته. في البيت كانت ليلى شبه سجينة، أبوها شديد عليها جدا وشديد عليها المراقبة، وحتى جارتها ما بقتش تقدر تزورها لأنها اتمنعت منها، وهي كانت بتحبها جدا. ولكنها كانت تسمع من الخدم إن آدم شغال ليل ونهار وإن اسمه بقى على كل لسان. كانت بتدعي كل ليلة يا رب، يا رب قويه، يا رب ما تسيبوش ينكسر، يا رب ايه، يا رب خليك معاه. كانت دايما تدعي لآدم. وفي يوم واحد من الشباب اتعمد يسخر من آدم قدام الناس، يستهزأ بيه يعني. قال له انت بتحلم يا ولد، بنت الحاج مش هتشوفك غير خادم عندها. آدم مسكتش، مسكه من هدومه وقال له أنا يمكن أكون فقير دلوقتي، لكن بكرة الزمن يلف ومش بعيد تكون أنت اللي تخدمني، لأن هي بتحبني وأنا بحبها. المشهد اتجمع حواليه الناس، وأبو ليلى سمع اللي حصل فقال في نفسه لازم أخلص من القصة دي قبل ما تكبر أكتر من كده. أبو ليلى أعلن قدام الكل إن كتب كتاب بنته هيكون قريب، واللي هيعترض يشرب من البحر. الكلام وقع زي الصاعقة على ليلى وعلى آدم، لكن في قلب آدم كان فيه نار جديدة اتولدت مش هيسيبها، حتى لو الحرب دي هتكون في الدنيا مع الدنيا كلها علشان خاطر ليلى، لأنه كان بيحبها جدا وفوق الخيال. عارفين قصة روميو وجولييت؟ هو ده بالظبط. وبجد أنا يعني فعلا ده راجل ويستحق بجد. أبو ليلى هنا موقفش بس ان هو هيكتب الكتاب وبسرعة، كمان هو حب ان هو يخلص من كلام الناس، وراح لأم ليلى وقال لها الأسبوع الجاي إن شاء الله هيبقى الفرح الكبير والبنت هتتجوز، اللي يسترها ويصونها وهنكتب الكتاب. الكلام ده نزل على قلب ليلى كالصاعقة، بقت عايشة أيامها في خوف. وليلى كانت دايما بالليل كانت تبكي لأنها مش عارفة مصيرها هيكون ايه. كل ما تسمع أمها بتجهز في البيت وجارتها وجيرانها كلهم بيجوا يباركوا، بتحسس إن روحها بتنسحب منها. الأب موقفش عند كده بقى وبس، بدأ يعامل ليلى بقسوة زيادة، كل خطوة محسوبة، كل كلمة متراقبة، حتى اخواتها كانوا خايفين ويقفوا في صفها عشان ما يغضبوش أبوهم. البيت كله بقى سجن، محدش قادر يقول لأبوها لأ، محدش قادر يقوله إنها بتحب آدم، محدش قادر يتكلم. وفي السوق ما بقاش في مجال غير لليلى، وإمتى ليلى هتتجوز، وإمتى ليلى هتخرج، وإمتى أبوها هي هيشيل المراقبة من عليها ويمنعها من النزول تماما أو هينزلها.
وليلى عملت، وليلى خلت، وما تعرفوش الكلام ده كان كل يوم بيزيد مع أبوها ويروح له، وكان أبوها دايما يشد عليها كل ما يسمع الكلام ده. ما بقاش وآدم من ناحيته ما بقاش عنده وقت، كل يوم بيمر بيقربه من ضياع حلمه. قعد مع أصحابه القريبين منه وقال لهم أنا مش هسكت، كتب الكتاب قرب وأنا لازم ألاقي طريقة أوقف بيها كتب الكتاب. واحد من أصحابه نصحه يروح لكبار في البلد، يروح للناس الكبيرة يعني في البلد. واحد تاني قال له لازم تواجه الأب بنفسك. لكن آدم كان عارف إن المواجهة مش سهلة وإن الأب مش هيتراجع عن كلمته تاني. آدم بدأ آدم فعلا بدأ يلف على الناس ليهم كلمة مسموعة في القرية، الشيوخ الكبار حتى العمدة. كل مرة كان يحكي قصته ويقول أنا بحبها بالحلال، مش عايز إلا أسترها، مش عايز غير إني أتجوزها، مش عايز حاجة غير كده في الدنيا كلها، والله العظيم أنا واحد عايزها بالحلال. بعض الناس بتتعاطف معاه والبعض خاف يدخل في مواجهة مع أبوها، لكن مجرد إن صوته بدأ يتسمع كان بالنسبة له خطوة لأول مرة إن هو بياخدها بجدية في حياته. وفي موضوع مع ليلى، ليلى من جواها بيتها حاولت توصل لآدم بأي طريقة. بعتت ليه كلمة مع جارتها القديمة قالت له ما تسكتش، أنا قلبي معاك حتى لو الدنيا كلها ضدي. الكلمة دي كانت الوقود اللي خلى آدم يشد عزيمته أكتر وأكتر. الأب هنا حس إن آدم ممكن يبوظ لعبته، عشان كده زود الضغط، استعجل المأذون يجي يوم الخميس، وزع دعوات على رجالة البلد عشان يحضروا، وقال لمراته أي اعتراض من البنت هيتحسب فضيحة وأنا مش هسمح بيها. البيت بقى كله توتر، وليلى كل يوم تبكي وتدعي ربنا يا رب فرجها، يا رب انقذني، يا رب انقذني من اللي أنا فيه، يا رب أبقى الآدم مبقاش معنا غريز ده أبدا. آدم في الليلة دي ما نامش، قعد يفكر، يكتب ويرمي الورق، يخطط ويغير، وأخيرا قال في نفسه أنا مش هسمح بكده حتى لو اضطريت أقف واكتب بالكتاب وأنا واقف قدامهم كلهم، وامنع كتب كتابها واكتب أنا كتب كتابي إيه عليها غصب عن أبوها. وفعلا يعني القدر سبحانه وتعالى ما بيديش للواحد كل حاجة هو عايزها بتستاهل كده. جه يوم كتب الكتاب، اليوم الموعود، اليوم اللي الكل كان خايف منه. ليلى بتبكي وهي بتلبس وحواليها ناس كتير، وهو كان بيبكي ومش عارف هيعمل ايه، حاسس ان ربنا ان شاء الله هيبقى معاه. البيوت في القرية كلها منورة، الأصوات عالية، الطبول بدأت تدق والزغاريد بتتعالى في بيت ليلى. المأذون وصل والعريس الغني قاعد وسط الناس، طبعا فرحان بنفسه وفرحان ان هو بقى عريس. وليلى كانت لابسة جلابية بيضة بسيطة لكن عيونها حمرا من كتر البكاء، قاعدة جنب أمها والدموع محبوسة جوه قلبها، وكانت دايما بتصرخ في قلبها يا رب يا رب ما يحصلش. مامتها قالت لها يلا يا ليلى يا حبيبتي عشان تلبسي فستان فرحك الأبيض وتغيري الجلابية بتاعتك دي. قالت لها يا بنتي ما تفضحيناش، وقعدت تتحايل عليها لغاية ما دخلت مع أصحابها البنات ولبسوها وحطوا لها الميك اب، وبقت في منتهى الجمال، بقت بنت يعني وما شاء الله جمالها على جمالها على جمالها ذات جمال. وقبل ما المأذون يمد الدفتر ويقول قولوا ورايا، الباب اتفتح بقوة. آدم دخل وقف قدام كل الناس وعينه ثابتة وصوته عالي استنوا. القاعة سكتت والكل اتلفت يبص، العريس اتنرفز والأب قام وقف وهو بيزعق ايه اللي جابك هنا يا ولد، انت جاي تفضحنا؟ آدم بص لأبوها وقال له قدام كل الناس أنا ما جيتش أفضح حد، أنا جيت أقول الحق، أنا بحب ليلى وهي بتحبني، والزواج لازم يكون بالرضا والقبول مش بالإجبار. رد فعل الناس في القاعة بدأوا كلهم يتحمسوا، في منهم اتعاطف معاهم وفي منهم اتضايق من الجراءة. واحدة من الستات همست الواد عنده حق، الجوازة غصب عنها مش هيعيش، الجواز اللي بيتجوز غصب عن الناس مش بتعيش، والجوازة الغصب يا جماعة ما بتعيش. والعمدة اللي كان حاضر رفع صوته وقال خلي البنت تقول بنفسها هل انت موافقة على الجوازة دي يا ليلى؟ ردت ليلى والكل بصلها وايديها كانت بترعش، لكن قامت وقفت وبصت وهي بتقطع في الصوت لا لا لا، انا مش موافقة، انا قلبي مع آدم مش مع غيره. الكلمة دي وقعت زي الصعقة. العريس الغني اتشد وقال بغضب دي إهانة، مش هفضل هنا لحظة واحدة ومش هو متغاظ قدام الكل، أنا مش هفضل هنا
والجوازة دي مش هتتم، وهي برضو مش هتتجوز غيري، بس هتجيني راكعة وهتجيني تحت رجليا، وكمان مش هتتجوز آدم. الكل خاف لأن العريس ده ليه كلمة في البلد، وكمان غني، وكمان على منصب عالي، وأبوها راجل ليه كلمة في البلد رغم بساطته ورغم إن هو عايش في بيت ريفي بسيط، بس راجل ليه قيمة في البلد وكلمته برضو مسموعة. هنا الأب كان واقف غضبان، صوته عالي جدا: ازاي تكسفيني قدام البلد كلها؟ انتي بنت عاقة. آدم وقف قدام ليلى زي الحيطة وقال له: لو في حد يلوم حد تبلومني أنا اللي اخترت أواجه، وأنا اللي قلت الحق. اللي بيحصل ده ظلم، وربنا ما بيرضاش بالظلم. الناس هنا كلها سكتوا، وبعدين واحد من كبار القرية قال بهدوء: البنت ليها حق تختار، واللي يرضي ربنا هو الستر بالحلال مش بالإجبار. الأب اتنفس بعمق، عارف إنه ما يقدرش يكمل بعد الفضيحة دي. قعد على الكرسي موطي راسه والدموع في عينه من القهر، لكن ما نطقش. ليلى بكت وهي واقفة جنب آدم اللي مسك إيديها وقال: من هنا هنبدأ الطريق مع بعض. وهنا تنتهي حكايتنا النهاردة. استنونا نشوف قصة ليلى وآدم هتبدأ، وهتبدأ من أي نوع. استنونا في القصة الجاية، ومع إيه تكملة حكاية ليلى وآدم. اكتبوا لنا في الكومنتات، هل ليلى وآدم هيبدأوا كطريقهم وهيتجوزوا، ولا هيشوفوا صعوبات تاني؟